محمود لاحظ انه عيالك يعني فيهم شيء مو طبيعي، خصوصا ولدك الكبير. واول ما قالت لها كذا قامت ام الولدين انفرطت بكى، قاعده تبكي. قالت ام محمود يعني في خاطرها يا ربي انا ايش سويت؟ يا ام فلانه معلش ترى والله العظيم انا اسفه يا حبيبتي، يعني ما كان قصدي نزعلك زي كذا، واذا سؤال يعني ما كان في محله خلاص انسى الموضوع وانا اسفه. فبعد ما هدأت وكل حاجه قالت لها اسمعي، ولدي الكبير ما كان كذا يا فلانه، انا ماني عارفه ايش اللي حصل له، يعني الولد صار له 2 على الحاله هذه، وانا والله ما ابغى اتعمق واتكلم في تفاصيل اكثر عشان ما اخوفك ويمكن حتى كمان تنقلوا من البيت اللي جنبنا. ام محمود انفجعت، بسم الله الرحمن الرحيم للدرجه هذه؟ ايش في يا فلانه قولي؟ قالت لها اسمعي، الهرجه وما فيها انه ولدي هذا الكبير متلبسه الجن. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. في عام 1982 في سوريا وبالتحديد في مدينة حمص، في عائلة انتقلت مؤخرا لهذه المدينة وسكنت في حي من أرقى وأفخم أحيائها. فيقول محمود واللي يعتبر من أحد أفراد العائلة إنه الجار اللي سكننا جنبه ما كان أبدا من الطبقة المخملية، لا تعدى المستوى ذا، كان جدا 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 غني، يملك محلات تجارية، يملك عقارات، يملك معارض، فكان يعني التوب في الحي هذا. وعلى فكرة ترى الجار هذا ما كان غني أبدا، وصدقوني راح تنصدموا لما تعرفوا الحقيقة وكيف وصل لهذا الثراء الفاحش. الجار هذا طبعا عنده ولدين، عنده ولد عمره 14 سنة والولد الثاني عمره 20 سنة. يقول محمود كأي ولد لما ينتقل لحي جديد طبيعي جدا يكون علاقات، يتعرف على عيال الحارة، يلعب معاهم. يقول مع الأيام لاحظت انه اغلب عيال الحارة ما يحتكون في الولدين ذول اللي هم عيال جارنا، حتى يعني لما كنا نلعب كورة كانوا يعني دائما يجلسوا لوحدهم كذا في زاوية يتفرجوا علينا من بعيد لبعيد. فيقول بعد ما خلصت كورة وبحكم اننا يعني جيران والبيت بالبيت روحنا مع بعض، فيقول طول الطريق واحنا ماشيين مع بعض يعني قاعد اسولف معاهم ابغى اتعرف عليهم اكثر، بس للاسف كانوا ساكتين ووضعهم مره مخيف. ويقول اللي صدمني اكثر انه الولد الكبير اللي عمره 20 سنه ماسك بيد اخوه اللي عمره 14 سنه وخايف مني، متخبي وراه وقاعد يطالع فيني بنظرات غريبه ومشيته غريبه، يعني كذا الولد بشكل عام ما أعجبني. يقول أول ما رجعت البيت على طول رحت لأمي وقلت لها يا أمي ترى يعني عيال جارنا ذول صراحة يخوفوا. قالت له سلامات يا ولدي ليش في شيء؟ قال يا أمي منبودين في الحي كله ما حد يلعب معاهم، وأنا كمان لما روحت معاهم يعني ما أدري كيف أوصف لك يا أمي اللي أنا شفته، فعلا الولدين ذولا غريبين يا أمي، وخصوصا يعني الأخ الكبير. فقالت له الأم يعني يمكن يا ولدي طبيعتهم هم زي كذا انطوائيين، ويمكن كمان الأخ الأكبر مريض بالتوحد أو شيء زي كذا، فما في داعي يعني إنك تخاف أو يعني تكبر الموضوع وتقلق. المهم صباح اليوم الثاني بعد ما داوم العيال للمدارس حست أم محمود بالطفش يعني، وقالت ليش ما أروح لجارتي الجديدة وتعرف عليها. وبالفعل سوت فطور وأخذته معاها وتوجهت لبيتها. يا مرحبا وأهلا وسهلا نورت البيت تفضلي. فقعدوا يسولفوا مع بعض، واثناء ما هم قاعدين يسولفوا ام محمود تذكرت كلام محمود ولدها لما يقول له انه عيال الجار يا امي ترى مره غريبين. فقاعده تقول بينها وبين نفسها اسالها ولا ما اسالها، يعني عيب وفي نفس الوقت يعني نفسها تعرف ذابحها الفضول. فقالت لها معليش يا ام فلان يعني لا تاخذيني او تزعلي مني على سؤالي هذا، يعني انت عارفه انا جارتك ويعني لو في حاجه وحاجه ممكن اقدر اساعدك فيها. فقالت لها لا يعني وش دعوه، بالعكس يعني الجار للجار واسالي وخذي راحتك. قالت لها والله ماني عارف كيف ابدا معاكي، لكن يعني ولدي محمود لاحظ انه عيالك يعني فيهم شيء مو طبيعي، خصوصا ولدك الكبير. واول ما قالت لها كذا قامت ام الولدين انفرطت بكى، قاعده تبكي. قالت ام محمود يعني في خاطرها يا ربي انا ايش سويت؟ يا ام فلانه معلش ترى والله العظيم انا اسفه يا حبيبتي، يعني ما كان قصدي نزعلك زي كذا، واذا سؤال يعني ما كان في محله خلاص انسى الموضوع وانا اسفه. فبعد ما هدأت وكل حاجه قالت لها اسمعي، ولدي الكبير ما كان كذا يا فلانه، انا ماني عارفه ايش اللي حصل له، يعني الولد صار له 2 على الحاله هذه، وانا والله ما ابغى اتعمق واتكلم في تفاصيل اكثر عشان ما اخوفك ويمكن حتى كمان تنقلوا من البيت اللي جنبنا. ام محمود انفجعت، بسم الله الرحمن الرحيم للدرجه هذه؟ ايش في يا فلانه قولي؟ قالت لها اسمعي، الهرجه وما فيها انه ولدي هذا الكبير متلبسه الجن. قالت لها كيف يعني متلبسه الجن؟ قالت لها انت عارفه يا فلانه انه احيانا يصحى اخر الليل يفتح باب البيت ويطلع ونسمع صراخه برا لكن ما نعرف وين. ام محمود بسم الله الرحمن الرحيم قالت لها ايوه، ولما نمشي على مصدر الصوت تخيلي نلاقيه معلق في شجره الحوش فوق لوحده وقاعد يصرخ ويبكي. لا وزيدك من الشعر بيت، مرة الساعة 3 في الليل كنت طالع من غرفتي ورايحة للحمام، تخيلي شفته نازل من الدرج لكن مو على رجلينه،
كان متشقلب ونازل على يدين، وتخيل يعني رجلينه فوق وماشي على يدينه، لا وماشي بإتقان يعني كأنه قاعد يمشي على رجلينه، والصالة وقتها ظلام وهو نازل قاعد يطالع فيني، يعني شيء جدا مرعب. طبعا من غير أخوه الصغير اللي متعود عليه، كل ما صحي من النوم أحيانا على الساعة 2-3 يلاقيه متعلق في الشباك، يلاقيه متعلق في الباب، يلاقيه أحيانا فوق الدولاب. الولد خلاص يعني تأقلم على الوضع، ما صار يخاف، لدرجة انه ما صار يجي يكلمني حتى لما يشوف اشياء زي كذا. تقول كمان يعني طول السنتين هذه الولد يعني يخاف من كل الناس الا اخوه، حتى انا وابوه عمره في يوم ما قد حضننا، لدرجة لما تجي احيانا حالات المس ويقعد يتشنج ويصرخ، يعني اول ما يفوق على طول يقوم يحضن اخوه. انا وابوه ابدا ما يقربنا ويخاف مننا. والله يا فلانة ما خلينا شيخ، ما خلينا حتى عرافين وسحرة بينه وبينك، ما عرفنا ايش السبب. ناس تقول فيه جن، وناس تقول فيه مارد، وناس تقول فيه نوع جن طيار، تقول ما عرفنا والله العظيم ايش المشكلة. تقول اخوه الصغير اللي تعود عليه وصار خلاص يعني حتى ما يعلمنا من كثر الاشياء اللي يشوفها، جاني في يوم مرعوب ووجهه مصفر وقاعد يقول لي يا امي اخويا صراحة يعني وهو نايم امس طلع منه يا امي صوت غريب وكأنه في احد داخله وقاعد يتكلم كذا بضخامة وصوت جدا جدا مرعب. قالت له طيب ايش سمعت، ايش قاعد يقول؟ قال يا امي والله ماني عارف صراحة، يعني لهجة ما كانت مفهومة ابدا. ام محمود انهبلت من اللي سمعته كله، يعني ما هي مصدقة تصدق، ندمت حتى كمان انها سألتها اصلا. المهم قامت لبست عبايتها وشالت اغراضها ورجعت للبيت. اليوم الثاني يا جماعة سمع محمود واهله صراخ من بيت الجار هذا مو طبيعي، لدرجة انه زي ما قالوا انه اغلب سكان الحارة سمعوا صوت الصراخ، بس خلاص يعني صاروا متأقلمين على الوضع وصاروا يعني من الخوف يقفلوا الابواب والشبابيك اخر الليل. يقول محمود الصباح يعني على الفطور جلست مع امي وابويا وسألتهم يعني اذا سمعوا صوت الصراخ امس اخر الليل ولا لا. فيقول امي عارفة اصلا كل شيء وعارفة انه الولد مسكون بالجن، وقالت لها يعني ام الولد كل شيء، فما كانت تبغى تخوفني يعني، وقاعدة تطالع في ابويا بنظرة اللي يعني لا تقول له. فقال ابوي يعني ما يحتاج انكم تخافون، يمكن الولد مريض ويعني زيه زي اي ولد يعني صارع ويتشنج اخر الليل. المهم يقول محمود في يوم من الايام يعني كان يوم ويكند وكنا سهرانين مع بعض وزي كذا، فابوي وقتها يعني بحكم عمله كان قاعد يستخدم اللابتوب ونسي اليو اس بي حقه في السيارة، فنزل راح يجيب اليو اس بي، لكن اول ما وصل عند السيارة انصدم يا جماعة، شاف ولد الجار جوة السيارة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ايش جابه، ايش دخل جوه السيارة؟ لا وانا متأكد اني مقفل السيارة، يعني الولد كيف دخل؟ قال له يا ولد انت ايش جابك هنا وكيف دخلت؟ يقول ما رد علي، نزل من السيارة وهو ساكت وراح لبيته. المهم اليوم اللي بعده برضو يا جماعة في اخر الليل، بس المرة هذه اللي حصل شيء مختلف تماما. على الساعة 2 في الليل سمعوا صراخ يا اخوان ما كان طبيعي ابدا، الصوت كان جدا 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 قوي، بس المرة هذه الصوت ما كان في بيت الجار، لا يا حبيبي، المرة هذه الصوت كان في وسط البيت حقهم. قام محمود والام والاب ومفجوعين وقاعدين يدوروا على مصدر الصوت، يا هو يعني وين بيكون معقولة في بيتنا؟ عرفوا انه مصدر الصوت طالع من الحمام، وكان يعني كل واحد متردد انه يفتح الحمام. فقام ابو محمود سمى بالله ودف الباب بكل قوته برجله، واول ما يفتح الباب الا وهذا ولد الجار في الحمام وقاعد يبكي ويصرخ بسم الله الرحمن الرحيم، يا ساتر يا رب هذا ايش جابه هنا؟ فيقول سألناه يا ولد يعني انت مين جابك هنا وكيف دخلت البيت اصلا؟ يقول كالعادة كان منزل راسه للارض وساكت وما يرد علينا. والله والبلشة صدق، الحين آخر الليل والولد مو راضي يرد علينا، ويعني ما احنا عارفين كيف حتى نتصرف معاه. المهم يقول طلعت من البيت وفتحت الباب إلا ولاقي الأم والأب والأخ الصغير قاعدين يدوروا على أخوهم هذا الكبير الضايع. يقول على طول رحت ناديت أمي وأبوي وقلت لهم ترى أهل الولد قاعدين يدوروا عليه برا في الشارع. جابوا محمود سلام عليكم. عليكم السلام، معلش بس ولدكم ترى فجأة لقيناه عندنا في الحمام، كيف دخل؟ قال الولد هذا مريض ومتعبنا وله سنتين على الحال هذا، من بيت لبيت ومن شارع لشارع، ويعني والله العظيم احنا من جد متغلبين معاه، فسامحنا يا حبيبي وحقك علي ودخلنا البيت، بس خلينا نروح نطلعه من الحمام. وبالفعل دخلوا البيت وراحوا للحمام، ولما شافهم الولد انهار زيادة وكأنه ما يبغى يرجع معاهم البيت، يعني كأنه في شيء مو عاجبه. المهم لما شاف اخوه الصغير قام على طول حضنه وبدأ يهدى شوية، فأخذوه ورجعوا على البيت. اليوم الثاني محمود خلاص يعني ما صار متحمل الوضع، قال لأمه وأبوه شوفوا يا إننا ننقل من البيت هذا ونطلع أصلا من الحي هذا بالمرة، أو إننا يا جماعة نحاول نقوي علاقتنا مع العائلة هذه ونعرف سر الولد هذا بالضبط إيش فيه. فيقول أبوي قال لا مستحيل، انسى إننا ننقل، لأنه أصلا البيت هذا أنا بالقوة لاقيه ودافع دم قلبي فيه يا رجل، لكن زي ما قلت ما في إلا حل واحد، إننا نحاول نقوي علاقتنا فيهم ونعرف سر الولد هذا بالضبط وإيش فيه. عدت الأيام وبدأت زياراتهم تكثر
وبدأوا يعني يضبطوا العلاقة مع الجار وزي كذا. فقالوا للجار وش رايك يعني يا فلان نغير جو شويتين يعني من جلسة البيت ونطلع يعني في يوم كذا في ويكند نكشت برا. فقال الجار يعني والله بالعكس فكرتك حلوة يعني ليش لا قدام. المهم طبعا عائلة محمود عندهم بيت قديم اللي هو بيت جدتهم في منطقة اسمها تدمر، ماني عارف والله كم تبعد عن حمص بس انها يعني قريب منها مو مرة بعيد. المهم لما جاء الليل يعني ووقتها كان يعني قمرة وزي كذا فقاموا رتبوا اغراضهم وكل حاجة وتوجهوا للمنطقة هذه. فيقول سهرانين ومبسوطين والحريم لوحدهم والرجال لوحدهم واللي قاعد يلعب كورة واللي قاعد يطلع الجبل. لكن يقول لاحظت حاجة انه الولد هذا كالعادة ما تغير اي شيء، جالس لوحده وما يحتك في اي احد. يقول فجأة بعد ساعة ساعتين الولد اختفى عن الانظار، اختفى حرفيا يعني ما لقوا له اي اثر. الام قاعدة تصرخ من جهة وتدور والاب كمان قاعد يدور والجار قاعد يساعدهم وما لقوا له اي اثر. المهم بعد ما اخذوا ساعات وهم قاعدين يدوروا عليه تخيلوا وين لقيوه يا جماعة؟